انا عايزاكم تبصوا معايا كده على النتيجه دي. الارجنتين 1 مصر 2. 90% من اللي كانوا رايحين ماتش مصر امبارح عارفين ان احنا كسبانين، واللي يقول لك غير كده بيكذب عليك، بيحور. انا رايحه وعارفه ان احنا كسبانين، ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده بنسبه كبيره جدا. يا جماعه دي كارثه، كارثه بكل المقاييس. الفرحه ما بتكملش غير لما بنكون مش متوقعين النتيجه، لكن لما بتبقى رايح الماتش وعارف النتيجه متوقعها بتحس ان انت ايه ده. قلتوش نفسكم ليه امبارح المصريين كانوا فرحانين فرحه اوفر؟ علشان المصريين كانوا عارفين ان احنا هنكسب، بس ما كانوش مصدقين ان ده يحصل بجد. ناس كتير وانا منهم نازلين امبارح وبنراهن على ان احنا مش هنكسب، او ان احنا ممكن يحصل حاجه. انا نزلت امبارح وعارفه ان احنا كسبانين بنسبه كبيره جدا. طب ايه اللي حصل؟ كرتون سامسون. كرتون دوت للاسف اللي كتب الكرتون ده كان كاتبه من 10 سنين، ولكن الشخص ده اللي كتب الكرتون ده شخص مش طبيعي، لان هو سافر عن طريق الزمن، عن طريق آلة الزمن، وكان عارف توقعات هتحصل بعد 10 سنين من كتابة الكرتون ده. ولو تلاحظوا في كل الأحداث اللي حصلت في العالم الفترة اللي فاتت دي، الكرتون ده كان أول واحد أو أول شخص اللي كتبه كان عارف الأحداث اللي حاصلة. محدش يقول لي صدفة، صدفة تيجي مرة 2 مش 10. طيب ايه اللي حصل؟ الكرتون ده او الشخص اللي كتب الكرتون دوت كان جاي منتخب مصر واستراليا وهم بيلعبوا، والمصريين جابوا اهداف 3-1 في الماتش دوت. ومن بعدها في حد اتصاب في الملعب، ومن بعدها مصر احتفلت احتفال رهيب جدا وكسبت. لا ده كمان بيقولوا ان مصر هتاخد الكاس السنه دي، وده شيء مرعب جدا. في ناس قالوا ان الكاس السنه دي للبرتغال بدليل الالوان والاعلانات اللي على البرتغال. طيب معقول الاعلانات والاعلام معموله على البرتغال هم متاكدين انها هتكسب؟ معنى كده ان الحاجات دي بتتكتب بسيناريوهات وبتتعمل وبتتمثل في الملعب زيها زي المباراه يا ترى مين الشخص ده؟ مين الشخص اللي سافر عبر آلة الزمن وعرف ان في احداث هتحصل بعد 10 سنين بالطريقة دي، سواء في احداث في العالم او سواء في مطوشة مهمة او سواء في احداث مهمة في العالم في الدول كلها؟ هل فعلا آلة الزمن والسفر عبر آلة الزمن ده اللي كان بيتعرض في افلام وياما ناس اتكلموا عنه هيطلع حقيقة؟ طب يا ترى العالم اللي احنا فيه دوت ممكن في يوم من الايام يتم اختراع آلة للزمن ونسافر؟ هل الحاجات دي بتحصل مع ناس معينة؟ الناس ديت عندها حاجة معجزات او حاجات خارقة عن الطبيعة؟ انا عن نفسي كداليا اصدق، لان احنا كبشر موجودين لسه على وجه الدنيا مش عارفين كل شيء ربنا خلقه. طب انتوا عارفين ان في اخر يوم في الماتش اللي هيتحدد فيه مين هيكسب الكاس هيظهر كائن فضائي؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا داليا؟ انت بتخرفي. طب انا وانتوا اهو، واخر ماتش ان شاء الله تعالى جاي ويديني ويديكم طولة العمر ونشوف ونتفرج، ولو حصل يبقى صدمة وكارثة بكل المقاييس. احب اقول لكم استر يا رب.